لم يعد الربح من الكتابة شيئا من الماضي أو مهارة معقدة تستدعي منك التدريب لأشهر كي تتقنها. فقط إن كنت تمتلك الموهبة اللازمة ستحتاج إلى بعض المعرفة عن هذه المهنة، وسنوجهك إلى عدة سبل للربح من الكتابة من خلال هذا الفيديو. أنت تتكلم جد؟ تابع معنا إلى النهاية إن أردت أن تبدأ في جني الأرباح خلال وقت قريب. أنت الآن تشاهد فيديو آخر مفيدا ومشوقا على منصة جوك، فلا تنسى أن تشترك بالقناة ليصلك كل جديد. يمكن للأشخاص الذين يمتلكون مهارات جيدة في الكتابة أن يحققوا أرباحا من الكتابة، فهذا لم يعد من الماضي على أي حال. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وما نود قوله هو أنك فقط بحاجة إلى التدرب على تحويل أفكارك وما يدور في خاطرك إلى أحرف وأفكار ملموسة. نراهن أنه قد راودتك يوما فكرة أنك قد عشت الحدث ذاته في زمن آخر، أو كأنه يعاد أمامك وأنت ما زلت فيه للمرة الأولى، أليس كذلك؟ وإيه كمان؟ قول كلامك حاجة. مجرد كتابتك لهذه الفكرة والبحث عنها هو طريقة لربح المال في حد ذاتها. إن دونت مع الوقت ما ينسى الناس تدوينه في الغالب، ستكون كتابتك حاضرة حين البحث عنها، وهذه هي اللبنة الأولى كي تبدأ في هذا المجال الكبير. بهذا الصدد نود أن نخبرك أن بإمكانك أن تربح المال من خلال منصة جوك التي تقدم لك هذا الفيديو. فمنصة جوك هي أكبر منصة ثقافية عربية في العالم، وهدفها هو إغناء فكر القارئ ومساعدة الكتاب المخضرمين والجدد في نشر الثقافة والعلم وحب المعرفة في العالم. كل ما ستحتاج إليه أن تنقر على الرابط أسفل الفيديو كي تتمكن من الانضمام والكتابة فيما يناسب اهتماماتك، مثل لايف ستايل ومال وأعمال وصحة ورياضة وتكنولوجيا وغيرها. Actually, this is a very good idea. ليس فقط منصة جوك، لكن يوجد كثير من المنصات التي يمكن أن تستفيد من العمل فيها، مثل منصة أب وورك. هي منصة على الإنترنت تسمح للكتاب بالتقدم لأعمال وظيفية متعددة، بما في ذلك الكتابة التي تشمل الكتابة الإبداعية والتقنية والتجارية. منصة فريلانسر، وهي منصة أخرى على الإنترنت تسمح للكتاب بالتقدم لأعمال وظيفية متعددة، بما في ذلك الكتابة، وتشمل الكتابة الإبداعية والتقنية والتجارية. منصة فيفر، وهي منصة على الإنترنت تسمح للكتاب بعرض خدماتهم بأسعار معقولة، بما في ذلك الكتابة، وتشمل الكتابة الإبداعية والتقنية والتجارية. منصة آي رايتر، وهي منصة على الإنترنت تسمح للكتاب بالتقدم لأعمال الكتابة الإبداعية والتقنية والتجارية. منصة كونتنتلي، وهي منصة تربط بين الكتاب والمنظمات التي تحتاج إلى المحتوى، وتتيح للكتاب إنشاء ملفات شخصية والتقدم لأعمال الكتابة. منصة كلير فويس، وهي منصة تسمح للكتاب بالتقدم لأعمال الكتابة الإبداعية والتقنية والتجارية، وتسمح للكتاب بتحديد أسعارهم الخاصة. منصة رايتر أكسس، وهي منصة تسمح للكتاب بالتقدم لأعمال الكتابة الإبداعية والتقنية والتجارية، وتسمح للكتاب بإدارة علاقاتهم التجارية مع العملاء. كانت تلك أهم المنصات التي رصدناها لك من أجل بداية الربح عن طريق الكتابة على الإنترنت، وأيضا ستجد شرحا مفصلا لمهارات الكتابة وغيرها من وسائل الربح عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع منصة جوك والبحث في مئات المقالات الموجودة خصيصا لتساعدك. والآن أخبرنا، هل تفكر يوما في أن تبدأ رحلتك للربح عن طريق الكتابة؟ تذكر دائما أنه يوجد مكان للمبدعين بمنصة جوك عزيزي الكاتب المخضرم، وإلى لقاء جديد مع جوك، حيث المعرفة متعة.